مساء الخيرات وأهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء. وصفتنا اليوم من مطبخ فانيلا سويت هي اللحمة بالخضار أو منقلها اللحمة بالفرن. بتمنى تتابعوا للفيديو للأخير وأهلا وسهلا. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. اعتماد وصفتنا هي على البانجان والكوسة والبندورة. رح ناخد كيلو بانجان مقابله كيلو كوسة كيلين بندورة، أو البانجان قد الكوسة دبل البندورة. رح نقشر البانجان ورح نقطعه لقطع صغيرة مثل ما واضح بالفيديو. البندورة قبل ما نستخدمها بدنا نقشرها. في طريقتين لتقشير البندورة، يمكن نحطها بالميكرويف أو على ماء مغلي. استخدمنا الطريقة الثانية ماء مغلي، منخلي البندورة تغلي شي دقايق وبعدها بس بردت منقشرها. الكوسة ما منقشره، رح نقطعه لقطع صغيرة. البصل رح نقطعه لناعم. بإمكانكم تستخدموا بصلتين أو 3. هذا حجم البصلة تقريبا. البندورة طبعا بدنا نقشرها ورح نقطعها لقطع ناعمة. رح نقسم فليفلة الخضراء، رح ننزع البذر ورح نقسمها لقطع ناعمة صغيرة. رح نضع الخضار مع بعضها. ورح نضيف اللحمة وقطعة صغيرة من الدهنة، معلقة كبيرة ملح وبهار، نص معلقة كبيرة بهار. وراح نحركها كويس لحتى تمتزج كل المكونات تختلط مع بعضها. وضعنا الصينية على النار وعم نحركها. لاحظنا انه بتحتاج لمعلقة دبس بندورة. بعدين رح نضعها بالفرن حوالي 1.5 لساعتين، وبدنا نخبزها من الأعلى. هي بعد ما انتهت خبز اللحمة الفرن بتتاكل مع فلفل الخضرة. يا سلام قديش طيبة. وهون
وهون بتكون وصفتنا خلصت وحلقتنا خلصت. وأهلا وسهلا فيكن متابعينا الأعزاء.